كنت خدمت معكم هاد الورده اللي كتجي في الراس بالباسي بلا، واليوم غادي نزوقها ان شاء الله بالبريد اللي كيجي بشكل مختلف وراقي بزاف، شي حاجه جديده اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كنحتاجوا فيها الابره رقم 5 والحرير مبروم على 3 شعرات ويكون مبروم مزيان. كنثبتوا الحرير ديالنا في الراس ديال الورقه من ظهر العمل كي كتشوفوا، كنثبتوه مزيان والحرير كيف قلت لكم يكون مبروم مزيان مزيان. كنطلعوا الابره ديالنا في راس الورقه، ولكن كنهبطوا عليها واحد المسافه تقريبا في الراس ديال داك الشقه اللي عندنا في الوسط الورقه، في الراس ديالها كنطلعوها بهذا الشكل. هذا الابره ديالنا في هذيك النقطه كنبعدوا الراس ديال الورقه وكنطلعوا الابره ديالنا، وفي نفس الوقت كنهبطوا الابره كذلك في النهايه ديال الورقه اللي حنا راسمينها. كي كتشوفوا في النهايه ديالها كننزلوا الابره ديالنا بالحرير، ولكن ما كنهبطوش الحرير كامل حتى النهايه، فقط جهد ما ان نتحكموا بالابره ديالنا من الاسفل مباشره. كنطلعها في نفس النقطه اللي طلعت فيها النوبه الاولى اللي هي في راس المنتصف ديال الورقه. كي كتشوف ما كنهبطوش الحرير، وانما كي كنهبطو كي كنطلعوا مباشره، بحيث الحرير يبقى لنا كله في وجه العمل كي كتلاحظوا. بهذه الطريقه هذه كنخليو الابره ديالنا ثابته، يعني العوينه ديال الابره ديالنا ما نخرجوهاش، نخليوها هكاك مركوزه في الثوب ديالنا. العوينه تخرج ولكن تبقى ثابته، والحرير او الخيط اللي كيكون لاصق في جنب الابره ديالي هو اللي غادي نخدم به. دابا كنلوي حتى كتعمل تعمر لي الورقه. انا متقله لكم التصوير باش تشوفوا الطريقه كي كنتحكم في الاصابع ديالي وانا كنجبد لي بريد وكنلوي. غادي نهبط شي شويه ديال البريد بهذه الطريقه هذه. دابا غنسل الابره من الوسط ديال الابره، غديروا ما بين 45 حتى 50 لويه على حسب الورقه. الا كانت عندكم على القياس ديالي كصغيره شويه، فغنولي نكمل اللويات ديالي بهذا الشكل هذا. ما تكونش مزيره بزاف على الابره وما تكونش مرخوفه، بحيث الاصبع ديالي تشهد على اليد اليسريه كنبقى نتحكم في داك اللويات تنقبضهم به. تنصبعوا نحطوا على داك اللويات الجدد اللي كنلويو، ونسحب الابره غير بشويه. انا كنسيس معها، يعني كنحربل بين يدي هذوك جوج صباع اللي كيهبطوا كنحربل بهم، وانا كنجر الاسفل، ويد الفوقيه اللي قابطه الابره ما كنزولش منها، انا كنطلعها. كنسحب الحرير ديالي مزيان، كنبقى نجر فقط، ومن بعد نهبط البريد ديالي شويه بشويه للاسفل. انا متقله لكم التصوير باش تشوفوا الحركه ديال صبعاني باش تقنوا مزيان هذا البريد. ودائما صبعي اليد اليسريه ما يزولش في وسط الحلقه، هو اللي يوزع ليا البريد بشكل متناسق. وكنهبط محدي كنهبط وهما كيتزير الخيط والبريد كيتزير بعضياتهم بزاف بزاف. هذه هي السر ديال هذا البريد باش كيطلع لكم من التاوي، يعني كنزيرو مزيان، كنسحبوا الحرير حتى النهايه حتى كيولي قاصح عندنا بزاف داك البريد داك الدوده. ومني كيوصل للنهايه كنرجع في النقطه الثانيه اللي كنت خدمت فيها، كنرجع فيها بهذا الشكل هذا ونسحب مزيان. دابا ما بقى ليا الا نقاد البريد ديالي بهذا الشكل هذا، كنلويه بهذا الشكل هكا بحال القوس بحال السناره. ودابا بقى لي خصني نثبت هاد البريده ديالي اللي ملتويه باش تبقى لي على الفورمه ديالها. كنجي في الجنب ديالها وكنطلع الحرير وكنحكم داك البريده ديالي، وكنرجع لنفس النقطه كنلوي عليها الخيط باش تثبت ليا وتبقى راسيه لي دائما، يعني كتبقى دائما هكاك راسيه في داك الشكل اللي انا بغيته. ملي كتجي في داك التقويصه بداك الشكل. وفي الراس كذلك كنثبتو، كنطلعوا الحرير الابره في الراس ونلويو عليها داك الخويط بهذا الشكل هذا، ونرجع في نفس النقطه باش نثبتو البريده ديالنا باش تبقى لي دائما نفس الشكل. واخا نحلوا المرمى او نصبنوا الثوب كيبقى لنا دائما ثابت نفس الشباقه.
كي كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالو، كيجي راقي وجميل، كيصلح على الوريضات على الوريقات. دابا نشارك معكم زهرة التوليب كذلك كتخدم بالتقنيات ديالها، هي التقنيه هذه كذلك اللي وظفتها معكم دابا. فنرجع دابا نخدم الوريضه الثانيه ديالي، كنطلع في داك الراس المنتصف الورقه ونهبط في النهايه، ومباشره نطلع في الراس ونخلي الابره مركوزه في حال ما تسلت لكم، كنرجعها بهذا الشكل هذا. الخيط اللي كيكون لاصق في جنب الابره هو اللي كنلويه على، هو داك الخيط اللي كنلويه على الابره ديالي. انا خدمت ما بين 45 حتى 50 لويه على حسب عينكم ميزانكم، من احسن ديروا 50 لويه تجيكم ملتويه باينه مزيان، ما تجيكمش صغيره مزيره. فعاوتاني كنهبط وكنزيد التعميره عاوتاني بهذا الشكل هذا، وعاود تنسحب حتى النهايه، وكنبقى نجر الخيط ديالي وانا صبعي في الوسط ديال ديك الخرصه، وكنقاد بصبعاني داك البريد باش يتبرموا لي مزيان وتزيروا لي، وانا كنجر الخيط ديالي حتى النهايه مزيان حتى كيتزير. نرجع في نفس النقطه نهبط الاسفل، ودابا غادي نشكل داك التقويصه ديالها بهذا الشكل بصبعي. ما بقى لي دابا الا نثبت هاد اللويه ديالي بهاد الفورمه اللي انا شكلتها بيديا. نجي في الجانب ديالها في التقويصه ونطلع الحرير ديالي ونولي ننزل الابره ديالي باش تثبت ليا. نفس العمليه غادي نكررها في الراس ديالها بهذا الشكل هذا. قبل ما نثبت حتى كنعوض مزيان بيديا البريده ديالي بالشكل اللي بغيتو، عاد كنثبت بالحرير ديالي والابره بهذا الشكل هذا. فكنتمنى ان الشرح يكون واضح ومفهوم وجاكم سهل ونال الاعجاب ديالكم هذا الشكل اللي خدمته معكم. ما عليا ان شاء الله الا نقول لكم عنكم الله، والتقوا فيديو جديد ان شاء الله مع درس جديد ان شاء الله. خليوا لي تعليق ديالكم اذا عجبكم هذا الدرس هذا، ونلتقي ان شاء الله في تتمه هذه الوريضه. راه مازال عندنا نخدموا فيها ان شاء الله اشكال واحده اخرى. غادي نزين هذه الورده بشي حجره في الوسط، وكتجينا بهذا الشكل الرائع والراقي كي كتشوفوا معايا.